السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معاكم يوميات سمر المنية. قلنا بقى نفصل عن الطيور والحاجات ديت، قلت بقى اجيلكم واوريكم الغدا بتاعي النهارده. معايا النهارده ايه؟ الكشري اللي هو العدس، ومعايا بتنجان. حاطه على البتنجان ملح عشان اما اجي اقليه في الزيت وكده ما يكونش ياخد مني زيت كتير. ومعايا تاني حاجة اللي هي البطاطس المحمرة، اللي هي بطاطس المسلوقة. هجهزها وهرجع لكم تاني. وانا بعمل الكشري العدس بحب احط برضو نقطة كركم ومعلقة سمنة بلدي، بتخلي الطعم حلو وريحة ويبقى طعمه جميل، يتاكل كده لوحده من غير حاجة. بألف هنا على اللي هياكل. وادي بقى يا حبايب قلبي الغدا بتاعي النهارده، وتعالوا اتغدوا معايا بألف هنا وشفا على اللي هياكل. ادي معايا اللي هي الطماطم بحب ناكلها بالدقه. هبقى اعمل طريقه الدقه معاكم واقول لكم على الطريقه عامله ازاي. وادي المخلل اللفت اساسي على كل اكل. وتعالوا اتغدوا معايا. واديني بقى يا حبايب قلبي اتغديت والحمد لله، فلقيت نفسي قاعده كده فاضيه. فحماتي قالت لي ايه، قومي تعالي اما نعمل كفته، اللي هي كفته الرز. معايا اللي هي البطاطس مقطعاها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، مقطعاها مكعبات. وتاني حاجه معايا بصل مقطعاه برضو مكعبات وراس توم. ومعايا شبت على كزبره على بقدونس. ومعايا طبعا اللي هو البرغل بجيبه من عند العطار. عندي يعني مفيش عندي لحمة في الفريزر فبجيبه وبعملها مكان اللحمة عادي. وعايزة تحط برضو اللحمة حطي حسب رغبتك انت، بس من غير اللحمة برضو بتبقى حلوة، وباللحمة برضو بتبقى طعمها جميل. ومعايا رز نقعاه، نقعاه بالمية يعني. واما اجي افرمها في المكنة هوريكم انا بعملها ازاي. واديني بقى يا حبايب قلبي قلبته كله على بعض اهوت، الشبت على الكزبره على البقدونس على البصل على البطاطس على الثوم على البرغل، واقلبهم كلهم في بعض كويس قوي قوي قوي، واعملهم في المكنه واوريكم اتعملت ازاي في المكنه. واديني يا حبايب قلبي اديني عملت اللي هو المره الاولانيه طلعت بالشكل دوت. هحط عليها اللي هي البهارات، طلعت بالشكل ده هحط عليها البهارات وهرجع اقلبها ببعضها واوريكم انا حطيت عليها بهارات ايه، واعيدها تاني في قلب المكنه. وادي بقى دي يا حبايب قلبي البهارات. معايا كزبره ومعايا قرفه ومعايا بهارات لحمه ومعايا توم بودره ومعايا كباب صيني على جوز الطيب ومعايا مرقه دجاج ومعايا بقى شطه حسب الرغبه بقى. ومعايا برضو الملح بتاعي. كلهم على بعض هندلقهم كده، نحطهم كده كلهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده، كله هيتحط على بعضه كده. وادي يا حبايبي اديني هقلبهم كلهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى الملح بقى زي ما انت عايزه حسب الحدق بتاعك بقى، عادب ان كان مالح كده. والشطه نفس النظام. انا عامه يعني احنا عندنا هنا في البيت بنحب الحاجه يكون حراقه شويه، ولا حراقه قوي ولا عادبه قوي. وهحطها في قلب المكنه، هفرمها كمان مره واحمرها. عايزين بقى تحطها في الفريزر متحمرة عادي، عايزين تسيبوها تقطعها على قد الطبخة كده في اكياس تلاجة وتحطها في الفريزر وساعة ما تطلعها تطبخها برضو عادي، حسب زي ما انت عايزة بقى. بس بالنسبة لي بحمرها واحطها في بقلب الفريزر متحمرة، بحيث ان انا رحت مشوار ومتأخرة وعايزة اعمل مثلا لحمة او عايزة اعمل فراخ ولا الكلام من دوت مكان الخضار، بقوم رايحه مطلعه الكيس يا دوبك على طول من الفريزر، وقوم رايحه وانا كمان حتى بعيني الصلصه مسبكه وكل حاجه، بحيث انت متاخره في ثواني هتلاقيكي عملت الاكل للاولاد وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. يا جماعه صبعتها اهوت وبحمرها وهرجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي بتاعي. وادي بقى يا حبايب قلبي اديني حمرتها اهوت معاكم، وشوفوا من قلبها اهي، ولا عجين ولا اي حاجه اهي. ما شاء الله. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك.